اهلا بيكم. عاملين ايه؟ النهارده بكمل دور العامل التاني في نمو الذكاء. ايه هو؟ الشبكات الدماغيه. قبل كده في ازاي نحب الرياضيات اتكلمت عن دور الشبكات الدماغيه في تنميه الذكاء. طب ايه الشبكات الدماغيه؟ اول حاجه عشان ما شافش الحلقات اللي فاتت بتاعت ازاي نحب الرياضه والفيزياء والكلام ده. الشبكات الدماغيه بكل بساطه كده ان مخك بيتكون من مراكز. في مركز مسؤول عن الحركة، مركز مسؤول عن تعلم اللغة، مركز مسؤول عن المنطق. المراكز دي ساعة ما انت بتواجه أي مشكلة بتتصل ببعضها عن طريق وصلات عصبية، خلايا عصبية بتروح بتبعت إشارات من هنا لهنا مثلا. والخلايا العصبية بيكون في مادة بينها اسمها الميلين، مادة بيضة. المادة دي كل ما تكون كبيرة كل ما يكون نقل العشرات العصبية سريع. طيب ايه الفكره هنا بقى في الشبكات الدماغيه او الشبكات العصبيه؟ ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا ان احنا نشغل اكبر قدر ممكن من الشبكات العصبيه في المخ. ليه؟ لانه هي الفكره كلها. الذكاء معتمد على ايه؟ معتمد على المعلومات اللي عندنا والشبكات العصبيه او البروسيسورات الموجوده في دماغنا اللي بتعالج المعلومات دي. كل ما زادت الشبكات العصبيه او كل ما زادت البروسيسورات اللي عندنا بتعالج المعلومات كل ما زاد ذكائنا. هي دي الفكره كلها. طب انا اللي هتكلم عنه النهارده هي مجموعه نتائج دراسات وحقائق تتعلق بعمل الشبكات العصبيه. فبكل بساطه كده ازاي ننمي عمل الشبكات العصبيه؟ خلال الحقائق اللي هعرضها دلوقتي. اول حاجه تاثير موتسارت. ايه هو تاثير موتسارت؟ بس موتسارت موسيقى مشهور. هي فكرة كلها الدراسة قريتها مرة أستاذة موتسارت بتقول إيه؟ إن سماع موسيقى كلاسيكية اللي بنستمتع بيها أو أي موسيقى بنستمتع بيها أو تعلم العزف، أنا قلتها في الخبرة المرة اللي فاتت، أو إنك تعزف على البيانو على الكمان أو تسمع موسيقى كلاسيكية. اللي بيحصل إن مسارات عصبية بتتوجد في دماغك. المسارات العصبية دي مماثلة للمسارات العصبية المسؤولة عن الذكاء المكاني. بتنمي عندك القدرة المكانية. يعني ايه قدرة مكانية؟ يعني بكون ماشي في شارع بكون عارف أنا فين في الشارع ده بالنسبة لمنطقة تانية. ده الذكاء المكاني. بنمي القدرات عن طريق إيه؟ أسمع موسيقى كلاسيكية أو أتعلم العزف. ودي قلتها المرة اللي فاتت. إيه تاني حاجة بقى؟ تاني حاجة بكل بساطة كده التدريب. كان في عالم نفس اسمه بولجار درب بناته على الشطرنج من صغرهم. اما بقى في سن المراهقة بقى بطلات أولمبياد في الشطرنج. دي النقطة التانية. أعرف واحد قريبي راح يقدم مرة في بنك، مش هقول البنك إيه طبعا ما ينفعش، عملوا له IQ على كمبيوتر. دخل IQ فشل. كان اختبارات اشكال كده واختار الشكل اللي بيكمل سلسله الاشكال دي. قالوا له هعمل لك التيست خلال 6 اشهر. قعد في ال6 اشهر دول يتدرب على اختبارات ذكاء، ينزل اختبارات من النت ويشوف حلولها ويعرف ازاي الاسئله بتتحل. راح الريتيست ونجح في الIQ. الحمد لله شغال دلوقتي في البنك. طب هو بكل بساطه ايه اللي حصل؟ سالته هو انت جالك نفس الاسئله والاسئله اللي انت متدرب عليها؟ قال لي ابدا في اسئله اول مره اشوفها. قلت له طب عرفت تحلها ازاي؟ قال لي ما اعرفش لقيت نفسي بحلها. بعد كده افتكرت اصلا انا ايام الجامعه درست حاجه اختبار ذكاء اسمه ستانفورد بينيه. كنا بنعمل فيه حاجه اسمها فقره تدريبيه عشان نعرف اللي قدامنا نمط السؤال. يعني مثلا في اختبار اسمه الخرز كنا بنركب شويه خرز على بعض ونقول للراجل اللي قدامنا احنا بنركب كده، كمل بقى بقيه الاسئله لوحدك. وقريتها برضه في دراسة موجودة في سيسا بوست برضه ان ايه حل الالغاز او الاحاجي كتير او تعرف افكار حل اللغز بينمي عندك بكل بساطة كده ايه؟ بينمي عندك ايه القدرة الذهنية او القدرة العقلية، الذكاء بمعنى اصح. يعني انا كل ما احل اسئلة وافشل فيها، يعني سؤال اختبار الذكاء فشلت فيه بس عرفت ايه الفكرة بتاعته. وهنا 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 مع الوقت انا بقى الاقي نفسي بعرف احل الاسئله لوحدي. ليه؟ لان انا اصلا مشغل الشبكات الدماغيه المسؤوله عن حل النوع ده من اسئله الذكاء. دي النقطه الثانيه.
التكرار والرياضة. ممارسة الرياضة، دراسة قريتها في سيسابوست اللي هي حمل الأثقال، بيلعب حديد يعني. قريت مرة دراسة في سيسابوست بيقول لك إن لعيبة الشطرنج بيلعبوا حديد كتير. وكذلك التكرار، انك تكرر التعرض لمشكله كتير، الاثنين بيشتركوا في نفس الاثر. ايه هو اللي انا قلت ماده الميلين شويه؟ زياده كثافه ماده الميلين البيضاء اللي موجوده بين الخلايا العصبيه، وبالتالي بتعمل سرعه توصيل اكبر بين الخلايا بين المراكز. دي نقطه تانية. كذلك انا اصلا لما بلعب رياضه، وقلتها اصلا في ايه، في الملل في المذاكره، قلت ان الواحد بيجي يذاكر ضغط الدم بيطلع شويه في الاول، بعد كده ضغط الدم بينزل. انا بخرج دم في مخي لما بلعب رياضه، يعني لو اتنططت شويه كده لما بجري الدم في مخي بلاقي بكل بساطه كده ان انا عقلي شغال وذكائي بيزيد. دراسات عن اثر الرياضه على الذكاء كتيره جدا، بس اهم حاجه ان انت تمارس رياضه ولو ايه، شيل حديد. وانك تكرر مشاكل كتير. اتنين بيشتركوا في ايه، في زياده كثافه الماده البيضاء الميلين بالخلايا العصبيه، فبيزيد سرعه التوصيل العصبي من الخلايا، يعني بيشغل البروسيسور بقوه اكبر. النقطه اللي بعدها القصص البوليسيه، هي داخله في عامل الخبره اكتر، بس انا ايه اللي هنا في الشبكات العصبيه. بكل بساطه كده، اينشتاين يقال عنه انه كان من هواة الادب البوليسي، وهو قال عن نفسه حتى، قال انا كنت بشتغل في النظريه العلميه بتاعته اللي هي نسبيه، انا كنت بعتبر نفسي محقق بوليسي عشان اوصل من الاثر الموجود قدامي للنتيجه. ايه هو الكلام ده؟ الكلام ده يعني صعب. نظريه اينشتاين بكل بساطه كده، هو استلهمها منين؟ استلهمها ان ما في اي حاجه بتقع قدامك بتقع في اتجاه مستقيم. اينشتاين لاحظ في الاجسام اللي بتنزل من الفضاء في مجال عند اي كوكب، لاحظ فيها حاجه غريبه. لاحظ ان الاجسام بتنزل، الجسم بينزل كده كده، اتجاهه كده، اتجاهه كده، اتجاهه كده، اتجاهه كده، لكن كلهم ساعه ما يجوا ينزلوا بينزلوا في الاتجاه ده. يعني الجسم بينزل المفروض ينزل يستمر في حركه مستقيمه كده، او ينزل في حركه مستقيمه كده او كده، لا، بينزل ويحود اتجاهه، بينحني. اي جسم او حتى الضوء بينحني كده. اينشتاين استنتج ان اي كوكب موجود بيسحب الحاجه ناحيته، كانه محطوط، يعني كانك جايب كره وحاططها على ملايه وماسك الملايه كده، الكره بتنزل. لو حطيت اي حاجه على طرف الملايه، الحاجه دي تنجذب لايه، ناحيه الكره الكبيره اللي في مركز الملايه. فهو استنتج حاجه بقى اسمها الزمكان. قال ان في نسيج غير مرئي بيحوط الكواكب كلها، واي كوكب بتحطه في النسيج الغير مرئي ده بيعمل ايه؟ كانه كده بيسحب النسيج ده كانه ملايه، واي حاجه تيجي في المجال ده بتسحبه. فهي فكره كلها ايه؟ ان انا بستنتج اللي بيحصل من الاثر اللي قدامي. استنتج بكل بساطه اينشتاين بكل بساطه كده، استنتج اما لقى الاجسام بتنحني بالاتجاه ده، اي جسم جاي مهما كان اتجاهه بينحني كده، على طول استنتج ايه؟ بدل ما كان في خط مستقيم، استنتج ان اي كوكب بيعمل مجال جاذبيه بالطريقه دي، معنى كده انه محطوط في نسيج غير مرئي. واستنتج من جذر الزمكان اللي هو مبني عليه النسبيه العامه. انا بكل بساطه كده اعمل زي اينشتاين، اقرا كتير في الادب البوليسي. الادب البوليسي بيخلي عندي الامكانيه دي، بينمي الشبكات العصبيه المسؤوله عن الاستنتاج، ان اوصل لحاجه حصلت اتصورها في دماغي عن طريق الاثر اللي شايفه. من كام يوم كنت ماشي في موقف الميكروباصات، شفت سجاره مرميه في الموقف. قلت ايه اللي يخلي واحد يرمي سيجاره، يعني مش عقب سجاره، لا سيجاره، نص سجاره، حاجه كبيره يعني. على طول نطت في دماغي الصوره دي. واحد كان واقف جنب الميكروباص، والميكروباص قاعد يحمل وقاعد يشرب سيجاره، والراجل قال خلاص طالعين، فراح رمي السيجاره في الارض ورحت راكب. هي دي الفكره كلها. فانت اقرا روايات بوليسيه كتير، هتنمو عندك، هتشتغل عندك الشبكات المسؤوله عن الاستنتاج، توصل للي حصل من شويه عن طريق الاثر اللي بتشوفه في الارض.
وصارت قصه اينشتاين والقصه بتاعتي مع نص السيجاره اللي شفتها. غير كده اوميجا 3 اتكلمت قبل كده في الدروس بتاعت زي الرياضيات والفيزياء، ازاي نفهم رياضه وفيزياء، عن قصه قريتها مره ان ايه، او نتيجه دراسه قارنوا بين درجات ناس عايشين على البحر وناس عايشين جوه. لقوا اللي عايشين في البحر ده في المناطق البحريه درجاتهم اعلى، واستنتجوا ايه؟ ان الناس دي بكتر اكلها للسمك اللي فيه اوميجا 3 كتير، بالذات اسماك السلمون والتونه، اللي بيحصل لهم بيزيد معدل الذكاء وبيقدروا يجتازوا الامتحانات بسهوله ويجيبوا درجات اعلى. فانت لازم تكتب اوميجا 3، تونه، سلمون، سردين، مكسرات، عين جمل، فستق. الحاجات دي بتزود الذكاء، بتأثر على الخلايا العصبيه بشكل اقوى. الذكاء التاني ذكائك بيزيد احسن. بعد كده الالعاب الذهنيه، الشطرنج، السودوكو، اي العاب ذهنيه موجوده في جوجل بلاي زي الشطرنج والسودوكو، البازل، ترتيب الصور، المكعبات. الحاجات دي كلها بتشغل برضو خلايا العصبيه. ما تنتظرش ما انت تعمل كده ان ذكائك بيزيد في بين يوم وليله، لا، هو الذكاء بيزيد بس بالتدريج. زي كده انا قلتها قبل كده في محاضره، زي اللي بيفتح حوض، لما بيجي يفتحه ما بيفتحوش 180 على طول، لا، بيفتح مرحله اولى ومرحله ثانيه لحد ما يجيب مسطره في الاخر. غير كده برضو في تنميه عمل الشبكات الدماغيه، قلت ايه؟ اليد المعاكسه. كان الفكره كلها انا اشول النص السائد عندي في المخ النص اليمين. هو بكل بساطه ده اتكلم عنه في الابداع. قريت مره في الابداع في مقال كده في سيسا بوست، ايه اللي بيحصل لما المخ بيتحرم من النوم. اللي بيحصل بكل بساطه كده ان ايه؟ ان المخ ما بيتحرم من النوم بياكل نفسه. وقريت في اخر المقال بيقول لك الابداع، الانسان المبدع عاده بيبقى عنده شبكات عصبيه بتشتغل وهو ما يجي ينام. لما بيجي ينام ويصحى بيواجه اي مشكله، ايه اللي بيحصل؟ في شبكات عصبيه بتشتغل عنده في مناطق المفروض ما تتصلش ببعض اصلا. قلتها في قصه الراجل اللي هو ايه؟ قلتها قبل كده في ازاي نفهم رياضه وازاي نفهم فيزياء. الراجل كان عايش في امريكا وهجم عليه ناس حراميه ضربوه على دماغه. اما هو فاق لا عنده تحسن في ايه؟ فهم الرياضيات جامد. ليه؟ نتيجه الضربه اللي حصلت الشبكات في مراكز عنده اتصلت ببعض المفروض ما تتصلش ببعض اصلا. من ملاحقه الفتيات العبقري في الرياضيات، موجوده على موقع BBC عربي اللي عايز يقراها. فانا بكل بساطه كده انا منشط، انا اغسل سناني بايدي اليمين، او انا ايمن اغسل سناني بايدي الشمال. بنشط النص المقابل، ده بيتحكم هنا وده بيتحكم هنا. فبنشط. ايه اللي بيحصل؟ مراكز عصبيه ساعه ما تنشط دي هنا يشتغل وهنا يشتغل، الاثنين فرصه اتصال ببعض تزيد. لما واجه اي مشكله بيعملوا وصلات عصبيه. ايه اللي بيحصل ساعتها؟ اللي بيحصل ساعتها ان ذكائي بيزيد، بقدر احل المشاكل بشكل اقوى. النقطه اللي بعدها التمرين. انا قلت قبل كده في الحلقه بتاعت قلق الامتحان، اعمل ايديك الاتنين كده، ضمهم لبعض وافرد كده وافرد كده وافرد. وقلت لو انت بتواجه اي مشكله يستحسن قلتها في قلق الامتحان، يعني عشان الطلبه اللي بيواجهوا اسئله بتستدعي الفهم جامد. خد لك كام نفس عميق كده، كم مره لحد ما تهدى خالص. بعد ما تاخد النفس العميق غمض عينيك ويا ريت تسد ودانك ما تسمعش حاجه خالص. اعمل كده كل شويه. بتنشط النصين مع بعض وما بتواجه اي مشكله ساعتها. ايه اللي بيحصل؟ بتزيد فرص اتصال النص ده بالنص ده. مراكز عصبيه المفروض ما تتصلش ببعض اصلا، لما مراكز عصبيه المفروض ما تتصلش ببعض اصلا بتتصل ببعض، بتزود عدد البروسيسورات اللي بتعالج المعلومات اللي عندك. فبكل بساطه تلاقي ايه؟ تلاقي نفسك توصل فجاه لحل انت ما توصلش تصور انك تتوصل له. في تمرين تاني برضو في المسألة دي كان قايلت عليه اليوتيوبر الفاضلة روان غازي، اللي هو ايه؟ بكل بساطة كده ايدك اليمين وايدك الشمال. ايدك اليمين
دي تعمل شكل 6 كده، وايدك الشمال تعمل شكل 9 كده، وكل شويه مع بعض. هي الفكره كلها برضو ان حركه ايديا الاثنين مع بعض في وقت واحد بتنشط ايه؟ النصين. في الشبكات الدماغيه اللي عايز اوصل معاكم انه في كل الحكايه دي كلها، ان بكل بساطه كده ازود عدد البروسيسورات او الشبكات الدماغيه اللي بتشتغل ساعه ما اواجه مشكله، بوصل الحل بسرعه. انا حاولت الخص الدنيا في ايه دلوقتي. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الابداع، والابداع هو اصلا مبني على الذكاء. عن اذنكم دلوقتي.